مرحبا. معاكم. اهلا، انا محمود اسماعيل، وفي اليوم هقدم لكم اهم حاجات لازم هتكون في الحياة علشان حياة افضل مهمة وتطور من مشوار الحياة الى الدخول في عالم الاعمال وال النمو. فعلا اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الكلام اللي انا عايز اقوله. بس نتكلم بجد. لما انا كنت في الجامعة انا كنت الشخص العملي، يعني لو في مادة معينة عليها مشروع ولا حاجة انا كنت دايما يعني بطلب ان اكون الشخص اللي يروح يعمل حاجة يعني بايديه، في حاجة تتصور انا هنزل اصور، ورق عايزين نعمله خلاص سيبوه عليا، هنزل اطبع من الصبح، هعمل بتاعة كبيرة مش مهم، مستعد بجد اعمل اي حاجة غير اني اعمل حوار ان انا اعمل باوربوينت كده او كينوت، واقف واقعد اشرح الكلام اللي انا كاتبه على لا، خلصت جامعة بقى وبعد كده عرفت اهمية الموضوع ده. فاول مهارة معانا في القائمة دي هي انك تتعلم ازاي تعمل برزنتيشن محترم. اول لما تدخل في العالم الاحترافي بعد بقى ما تخلص دراسة، صدقني انت هتحتاج الموضوع ده مهما كان المجال بتاعك، بيزنس، اعلام، هندسة، طب. في وقت ما انت هتكون بتشتغل مع ناس فوقك هيطلبوا منك ان انت تعمل برزنتيشن، ولما تقف وتتكلم قدامهم لازم يكون في شيء موجود انت قاعد بتشاور عليه وبيعمل انتقالات سيئة كده. فايوه ممكن تحس ان الموضوع معقد شوية، ولكنه في منتهى الاهمية ولازم تتعلمه. اصل ماشي ممكن اي حد يروح عند المدير بتاعه ويقول له الفكرة بتاعته اللي ممكن يترقى في الشغل بسببها، ولكن لما يكون عندك باوربوينت معاها. رقم واحد، انا ما بظهرش في الفيديوهات كتير وعايز اظهر زيادة. رقم 2، ميمز مع ابو اسماعيل بيظهر في الفيديوهات زيادة عن اللزوم واكتر مني. شكرا. بالظبط كده. ممان انا عايزك تعرف ايه اللي ليك وايه اللي عليك. للأسف احنا مش عايشين في عالم مثالي، بل احنا عايشين في عالم قوانين، ومن القوانين اللي بتطبق على كل انسان تقريبا في معظم الدول اللي في العالم كله انك تكون عارف اللغة العالمية الموحدة، واللغة دي زيادة عن اللغة الام بتاعتك. اللغة اللي انا بتكلم عليها هي لغة الفلوس، وده هو رقم 2، بادجيتنج. ممان انت لازم تعرف انت بتودي فلوسك فين. المهم حاجه ملهاش دعوه تماما باللي احنا كنا لسه عاملين نتكلم عليه، حبيت اشارك معاكم الكوليكشن بتاع الروبكس كيوبز. ده روبكس اصلي تمام، غالي حبتين بس مش مشكله. وكمان دي كولكشن اليويوز بتاعتي. دي عربيات سابق ولاحق ماجنم الاصليه، تلاقي كروت يوجيو برضو موجوده، الكاب بتاع اش كاتشم، كل بلاي ستيشن قديم كنت بلعب بيه في حياتي. اوكي، انا عارف ان يعني مشاكلي في الصرف واضحه جدا، ولكن كل واحد فينا عنده الشيء بتاعه. بس الحاجه اللي انا شفتها جدا جدا مهمه، ان مع مرور الوقت ومع زياده المسؤوليات اللي عليك انت لازم تاخد بالك فلوسك بتروح فين. الحاجه اللي انا شفتها بتشتغل معايا هو ان انا عملت حسابين في البنك، حساب ده مقفول عليه ما بقربش منه، وحساب تاني بيدخل عليه كل شهر مبلغ معين وانا مش هصرف اكتر من المبلغ ده. فنوعا ما بقفل على نفسي، بغصب على نفسي اني ما عديش الليميت بتاعي. اول كل شهر بدفع كل الفواتير اللي عليا، بدفع الايجار اللي عليا، بدفع الرواتب، كل حاجه بخلصها اول الشهر، وبقيت الشهر بصرف بس من كميه الفلوس اللي انا قافل على نفسي عليها. وحساب البنك التاني ده كده كده مقفول عليه من عند البنك، فحتى لو انا جربت اسحب منه البنك مش هيخليني، لازم اعمل مشوار هنا، فصعب عليا العمليه في اني اخد فلوس او ان انا اصرف في كل الاحوال. اكيد حاجه زي كده الموضوع هيختلف من شخص للتاني، فشوف ايه اللي هيشتغل معاك عشان بس من الاخر يعني تخلي فيه خطه بادجيتنج وتخلي بالك من فلوسك وتحوش، عشان لازم تحوش عشان بعدين تستثمر الفلوس دي. المهم بمناسبه الحاجات التي لا تقدر بثمن، الصندوق ده دي حاجة أنا لقيتها لما كنت بدور في الكراكيب بتاعت بيت أهلي، ولقيت سكريبتات وأفكار فيديوهات أنا كاتبها من سنة 2013 قبل حتى ما اشتري الكاميرا وأعمل فيديوهات على اليوتيوب، وقررت إني هقرأ كل الورق ده أول لما نوصل ل1,000,000 مشترك. قربنا نوصل للرقم ده، فتأكدوا إن أنتم مشتركين في القناة ومشغلين كل التنبيهات، فيديو جديد كل يوم سبت.
شكرا. ليه واحنا صغيرين دايما بنبص بصه كده لابونا على انه سوبرمان؟ في كذا تفسير للموضوع، ولكن انا شايف ان من اهم الاشياء اللي بتخلينا نحترم الوالد وبجد نبص له على انه حاجه اكبر من الحياه دي هي القابليه على انه يكون هادي، على انه يكون ساكن. تكون في مصيبه لسه حاصله وحتى من وانت صغير انت عارف ان دي مصيبه ومتاكد ان هي مصيبه، بس لما تشوف الوالد تلاقيه هادي، من عيونه تقدر تعرف ان هو هيتصرف، وده بيريحك انت. وده فعلا من اهم الاشياء اللي لازم تكون موجوده عندك او عند الرجال عامه. في نص الصعاب تحط ابتسامه على وشك زي ما اول مايت بيقول. من اول المواقف اللي هتمر عليك لما تكبر وتشتري عربيه او تاخد عربيه البيت وتخرج بيها لا قدر الله، ان الكاوتش او التاير بتاع العربيه هيضرب منك وانت هتقف في نص الشارع ومفيش حد حواليك. كل اللي بطلبه منك يا ممان ان انت ما ينفعش تكون وصلت لسن قياده السياره وحاجه بسيطه زي انك تغير عجله العربيه انت ما بتعرفش تعملها، فتعلم الموضوع جدا سهل. دلوقتي بقى انا عارف انكم ممكن تحسوا ان الفيديو ده الكلام اللي فيه مألوف حبتين او انتوا شفتوه قبل كده، اللي هو ابو اسماعيل على فكره يعني ابو زيد عمل فيديو زي ده من سنه تقريبا. يعني انا احب بس اقول لكم ان لا، انا مش ناحيه الفيديو ده من ابو زيد، في الحقيقه انا ناحيه الفيديو ده من الفيديو اللي انا عملته من 4 سنين. مهارات حياتيه، لايف سكيلز. عيب 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 جدا يكون انسان في العشرينات من عمره وما يعرفش يدخل المطبخ ويطبخ لنفسه. يا بصوا عليا، بصوا على الغرفه القديمه كمان. مبدئيا الحاجه اللي انا قلتها في الفيديو ده مختلفه تماما عن اللي انا بقوله دلوقتي، وانا جدا مقدر الشغل بتاع ابو اسماعيل من الماضي، ولكن لازم اعترف ان هو غلط في بعض الاشياء وانا اتعلمت زياده عنه. وعلشان كده انا شايف ان دي ممكن من اهم الحاجات اللي انا عايزكم تاخدوها من الفيديو ده، وهي رقم 4: اقرا زياده، اتعلم زياده، وخلي عندك القابليه انك تعترف ان انت كنت غلط. عادي ان انت تكون غلطان. الشيء اللي فعلا بيبين ان انت كبرت هو انك تعترف من غير اي لفه ودوران ان انت فعلا كنت غلط. ولكن في كل الاحوال برضو تحياتي لابو اسماعيل من الماضي. شغلوا النوتيفيكيشن علشان لما انزل الفيديو يوصل لكم. مش عارف ده بيساعد ولا لا، ولكن شغل نوتيفيكيشن، يعني اي حاجه تساعد علشان الفيديوهات تقدر توصل لكم على طول. وايه ممان، لو انت مستمتع بالفيديو لحد دلوقتي ما تنساش تعمل لايك على الفيديو اللي انت فعلا بيساعد، وعايزك تستنى معايا لحد اخر الفيديو عشان في كلام مهم عايز اقوله. في كتاب خلصت قراءته كجزء من ماراثون القرايه اللي انا بعمله. انا فهمت الكتاب ده بيحاول يقول ايه، ولكن ما اتفقش معاه. الكتاب بيديلك بعض الخانات اللي يعني بتصنف نوعيه البشر اللي انت هتتعامل معاها في حياتك. وايوه الكتاب بيقول ان عادي جدا ان في شخصيات هتقابلها هتكون عباره عن خليط بين نوعين او 3 انواع من الشخصيات. ولكن بصراحه عامه دي حاجه انا ما بقتنعش بيها. وبصراحه انا شايف ان اكبر غلطه انت ممكن تعملها وانت بتتعامل مع اي حد انك تحط ليبل عليه بس من تعاملك معاه لاول مره. بل الاهم ان انت تتكلم. الموضوع يبان جدا بسيط، ولكن في زماننا الحالي فعلا هي مهارة. اتكلم اكتر، اتكلم مع الناس اللي حواليك وخليهم هم كمان يتكلموا وانت اقعد اسمع. اعرف بيفكروا ازاي، اعرف انتوا زي بعض في ايه ومختلفين في ايه، وبس اتكلموا. 3/4 الشباب اللي بقابلهم دلوقتي بجد بقى صعب بالنسبه لهم ان هم يقعدوا يبصوا لي في وشي ويتكلموا معايا. ولكن لو عندهم واتساب اوكي خلاص هنتكلم واتساب للصبح. طيب نتكلم تليفون؟ لا ايه. واتساب رغي للصبح مفيش مشكله. يكون في مشاكل حاصله، يكون في مصايب حاصله تتحل كلها بمكالمه تليفون واحد، ولكن لا نفضل على التكست. طب بجد الموضوع كله في التواصل، وانا عارف ان ساعات بيكون صعب، ولكن احنا لازم نتقبل ان احنا مش عايشين في العالم ده لوحدنا. لازم هنتكلم ونتعامل مع الناس اللي عايشين معانا، فهندرب نفسنا على الموضوع. اتكلمنا قبل كده في حوار ان انت لازم تنعزل من وقت للتاني، ولازم برضو تعيش لوحدك فترة قبل ما تقرر انك تتجوز. تعال مولعة. انا قاعد بمثل ان انا دلوقتي بركب لمبة عشان تخدم القصة بتاعت الفيديو. الفكرة من الانعزال ده ان انت عشت لوحدك فترة طويلة انه هيعلمك بعض الحاجات انت عمرك ما كنت هتتعلمها غير لما تعيش لوحدك. اللي انا عايز اقوله ان ما ينفعش اي حاجة بسيطة تحصل جوه البيت بتاعك انت ما تقدرش تتصرف فيه. ممكن الموضوع يكون ليه دعوه بالسباكه، او عايز تعلق حاجه على الحيطه، او تدهن دهان جديد. مليون حاجه انت ممكن تكون عاوز تعملها، فاعملها لنفسك. المهارات البيتيه دي لازم تكون عندك مهما كانت ايه، لو حتى ببساطه انك تغير لمبه. دلوقتي ممان
انا عارف ان جزء منك بيفكر طيب هو مش شيء غريب ان اليوتيوب والفيسبوك وكل السوشيال ميديا دي مليانه فيديوهات عماله تتكلم عن نصايح وحاجات لازم تتعلمها وتعملها وحاجات خطيره، وانا جايب لك الخلاصه ومش عارف مين، وكل الناس واضح اللي على السوشيال ميديا عايشين حياتهم ومتظبطه 100%، يعني الخبره بتقطع بعضها، وبس الناس اللي بتتفرج هم بس قاعدين يتعلموا. انا عايز اقول لك ان انا متاكد ان كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي حاليا سمع الحاجات دي قبل كده، بل هو عارفها اصلا. يعني كلنا فعلا عارفين ايه اللي لازم نعمله، ولكن برضو مش بنعمله. هل انت فاكر ان في اي حد في الجامعة مش عارف ان هو المفروض يذاكر؟ لا، هو عارف كويس ان هو المفروض يذاكر. هل انت فاكر ان في اي حد عنده شغل مش عارف ان المفروض ما يخرجش ويسهر للصبح لان في دوام الصبح؟ لا، هو عارف ده. امال في ايه؟ ليه كله بيحاول يدي محاضرات لكل؟ وبرضه ليه احنا عارفين ان احنا المفروض نكون قاعدين بنعمل الشيء الصح، بس بنقعد نخلق لنفسنا حوارات علشان تخلعنا منه؟ المفروض في حاجه بمنتهى الاهميه انت لازم تخلصها، ولكن ايه ده؟ اقوم انضف الغرفه بتاعتي، يعني هي حبكت دلوقتي، او لازم اخلص حاجه اللي المفروض اعملها. ايه ده؟ صاحبي كلمني، صاحبي اللي انا ما شفتوش من كتير، هبقى انا بقى دلوقتي ايه قليل الاصل لو ما نزلتش معاه؟ لا، أنا اكلمه اكيد. او مثلا ايه ده؟ في مشوار انا مأجله من زمان، بص انا هنزل اعمل المشوار ده دلوقتي عشان متاخر عليه. احنا بنطلع لنفسنا الحاجات دي علشان نبرر ان انا ما بضيعش وقت. على فكره انا الحاجه اللي انا بعملها دي هي حاجه مهمه، وهي طلعت كده عشان بس السبب الحاجه المهمه فعلا اللي انا بعملها دي مش هقدر اخلص الحاجه اللي انا المفروض اكون قاعد بعملها. مامان انت عارف بالظبط انا بتكلم على ايه. في حاجتين مهمين نفعوا معايا واقولهم لك، يعني وممكن ينفعوا معاك، ولكن كل ده لهدف واحد، وهو تنمية مهارة التركيز. علشان تعرف تركز في الحاجة اللي انت بتعملها حاليا لازم تشيل كل حاجة موجودة ممكن تشتتك عن المهمة الأساسية. البيئة جدا جدا مهم. يعني ده الديسك بتاع المونتاج، وهنا هو الديسك بتاع الكتابة، بس هو متبهدل شوية مش مهم دلوقتي. واهم حاجة في الليلة دي كلها ان التليفون بيفضل ورايا دايما، ملناش دعوة بيه وقت الشغل. هنا اهو وقت المونتاج، اذا بس فقاعدين بنمنتج وقافل النت، وفي نوتة موجودة جنبي. النوتة دي بيتكتب عليها اي حاجة انا محتاجها، سواء كنت حاجة اعمل لها داونلود، حاجة انا محتاجها في المونتاج، بس بكتبها هنا، وبعد ما اخلص اللي انا بعمله بقوم فاتح النت، بعمل الداونلود للحاجات دي، وبعد كده بقفل النت تاني وبكمل شغل. علشان تقدر تركز في العالم الرقمي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، في مليون ومليون حاجة طول الوقت بتحاول تاخد اهتمامك، فاكيد منطقي ان هي حاجة صعبة اننا نعرف نركز. فايه اللي انا عملته؟ مبدئيا وقت الشغل الموبايل بعيد عني دايما وصامت. الهدف من البيئة الفيزيائية بتاعت الشغل عامة مهما كان شغلك ايه، ان ما يكونش فيها اي حاجة هتشتتك، تكون ابسط ما يكون. ايوه الموضوع بالبساطة دي، او لا في الحقيقة يعني النوع ده من الفيديوهات مش الحاجة الأساسية اللي أنا بعملها هنا يعني. وبرضو مؤخرا الحمد لله الواحد عمال شغال على مشاريع أكبر وأكبر، وكل ده شكر ليكم ولدعمكم المستمر. ولكن الحاجة اللي مخلياني مؤخرا أتكلم أكتر على حاجات ليها دعوة بأسلوب الحياة وحاجات ليها دعوة بطريقة تدوير الشغل، هو بس عشان بحس اني بكلم اصدقائي، فبس بقول لكم الحاجات اللي نفعت معايا وبشاركها معاكم. واهم حاجه انا شايفها ان هي لازم تكون موجوده عندك من مهارات الحياتيه ما قبل سن 20، هي حاجه بس شيء لنفسك، حاجه بجد تكون يعني بين قوسين مش هتفيدك بحاجه، ولكن الشيء المهم من الليله دي كلها ان تكون حاجه انت بس بتحبها. ممكن تكون يعني شويه بازلز انت بتحب تعملها، ممكن تكون جيم معينه انت بتلعبها، حاجه يعني ما ينفعش نصنفها كهوايه على قد ما هي بس حاجه انت بتستمتع بيها، وفعلا مش هيكون ليها الفايده الخرافيه دي او ممكن تاخد منها عائد باي شكل من الاشكال. بس المهم ان يكون مخرج ليك، او نوع جزم غريب انت بتحب تشتريه دايما، لازم يكون عندك الشيء ده، ولازم ما يكونش ليه دعوه بشغلك، لان ده هو المخرج الوحيد ليك بعد يوم طويل في هذه الحياه، وانت بتحاول على قد ما تقدر انك تركز في الشغل او تركز في الحاجه اللي انت بتعملها. في اخر يوم على الاقل انت تقدر تفصل وتعمل الحاجه دي وانت عارف ان انت عملت اللي عليك. لو عايزين تشوفوا فيديوهات تانية قريبة من النوع ده ممكن تختاروا واحد من الاثنين اللي موجودين قدامكم. شكرا على متابعتكم، انا محمود اسماعيل واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.